بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كذا قاتل الشياطين وصولو ليفلينج وجوجوتسو كايسن مؤخرا الانمي الجديد دان وجب اغلب الانميات الشونين اللي زي 18 هي انميات خايسه وزباله والسيدة، وهي مو انميات اصلا للكبار خصوصا دان. انا بدأت اخفض توقعاتي لاي انمي اشوفها زي 18 سنه، لان هذا التصنيف العمري يتشوه لين بس، بمعنى انه الانميات المفروض موجهه للبالغين هي انميات مراهقين صغار حوالي العشرة و13 سنة أكثر من كونها أنميات زي 18. وليش؟ خليني أشرح لك السبب، وراح أخذ مثال على أكثر أنمي شونن مشهور في الوقت الحالي، وهو أنمي قاتل الشياطين. الأنمي هذا أحبه ولكن عندي مشكلة معه، هو أن أنمي مصنف فوق 18 سنة. ليش؟ هو مو تقليل من الأنمي، لا يا حبيبي، هو تسفيل بهذا الأنمي. أنا أحب هذا الأنمي، لكن هذه الفكرة غبية، لأن الأنمي مو مقدم أي شيء بالنسبة لشخص فوق 18 سنة. هو أنمي طفولي وزبال واستعراض أنيميشن خرافي بغطاء زي 18 سنة. ولو سألت وقلت ليش الأنمي زي 18 سنة، بيقولك الدموية في الأنمي والعنف والمشاهد الحمحم. طب هل هذا يخلي الأنمي زي 18؟ يا ابويا اكسر اسم الانمي من قاتل الشياطين الى ثائر من الشياطين، واحذف الدموية والعنف والمشاهد اللي انت فاهم. هل راح يكون الانمي زي 18 من جد؟ الجواب بيكون صراحة لا. الانمي قايم على ثلاثة اعمدة تخليه فوق 18 سنة، وهي الامور اللي ذكرتها قبل شوية فوق. ولو هدمت هذه الاعمدة راح يكون الانمي زي دورايمون، ولكن النسخة الارخص طبعا. دورايمون انمي للاطفال، ولكن فيه مواضيع واشياء ما يفهمها الا البالغين، وانا ما امزح، في كثير من الاحيان دورايمون يجيب اشياء ما كنت استوعبها وانا صغير، حاليا انا استوعبتها وانا كبير. راح اخذ على هذا المثال حلقة من خارج النص، وهي حلقة نوبيتا يعود بعد 45 عاما. في هذه الحلقة يجي نوبيتا الكبير ويقابل نوبيتا الصغير ويستبدلوا اجسادهم علشان نوبيتا الكبير يبي يعيش الطفولة مرة تانية، ونوبيتا الصغير يبي يجرب شعور البلوغ. في نهاية الحلقة وفي واحد من اكثر المشاهد الانمي اللي انا اعتبرها ايقونية واعتبرها من افضل المشاهد تقريبا، يجلس نوبيتا مع عائلته وياكل اكل امه ويقول لها اكلك جدا طيب. فهنا نشحو نوبيتا انه هو قاعد يبكي. يجي واحد صغير يفسر اللقطة يقول لك انه نوبيتا يبكي من كثر ما ان الاكل طعمه حلو، والشخص الكبير يعرف انه نوبيتا حرفيا ان اهله مو موجودين في المستقبل، ان فاكت هم ميتين، وهو وحيد في المستقبل نظرا لان السواشي ليس موجود. وفي نفس الوقت ابنها تخرج من الجامعة وذهب لرحلة للقمر، وشيسوكا اخذت زيارة لاهلها، فهو الوحيد اللي كان قاعد في حوشة وجرب انه يرجع للماضي ويشوف هذه اللحظات. اقدر اقول انه دائما انمي للكل، لانه قدر يوازن ما بين الطفولة والمراهقة والبلوغ، ومن جد الانمي يقدم اشياء للبالغين ومواضيع نفسية مدمرة وما يفهمها الا الشخص البالغ. واكد لكم اني لاحظت الكثير من المواضيع العميقة في هذا الانمي ما كنت اقدر افهمها وانا صغير، وكلها حاليا انا فاهمها وقدرت استوعب معانيها. نعم، مواضيع البالغين. القصة المكتوبة واللي لها عدة تفسيرات وأمور أشياء يفهمها الشخص العاقل وهو من يقدر يستوعبها، هي الأمور اللي تخلي الأنمي زي 18. مثال أنمي وشينوكو، أنمي يتحدث عن حياة الآيدولز والمشاهير ومعاناتهم وضغوطاتهم وتضحياتهم وطريقة تفكيرهم، وفي نفس الوقت الأنمي عنده جانب كيوت وأنيميشن وألوان زاهية مع موسيقى مبهجة ولحظات كوميدية، مش استغباء المشاهد لا، إنما لتخفيف الجو الجدي والقاتم للأنمي، في نفس الوقت لاستعراض الجانب الترفيهي في المجال. ما لاحظت شيء انه انمي اوشينوكو زي 13 سنة، ولكنه بمفاهيم للبالغين او بتصنيف السينن اللي هو مفروض يكون زي 18. الكاتب عرف كيف يجذب الصغار للانمي او المراهقين بصفة عامة للانمي من حيث الايدولز والموسيقى والاشياء اللطيفة هذه في الانمي، وفي نفس الوقت قدر انه يقدم قصة جدية سوداوية عميقة وكتابة شخصيات وعالم سوداوي والحقائق خلف هذا المجال بطريقة جدا رائعة، من دون ان يكون هناك دموية طبعا، بدون احتساب بعض اللقطات والايتشي والعنف عشان يكون سينن او زي 18. ودموية ما هي الا شيء يضيف من الملحمية والإثارة في الموضوع، بمعنى انه عندك كتابة عميقة ورائعة وقتالات منطقية واسطورية. هنا من جد لازم تضيف الدموية علشان تكمل التحفة بطريقة مبهرة. الامر اشبه بكعكة، لازم تحط الفراولة فوقها علشان تكمل الزينة. وانا هنا اعود لانمي قاتل الشياطين. مع حس الدموية والايتشي والعنف المفرط، الانمي عادي كتابيا، ما في اي مواضيع عميقة او نفسية او اشياء ما يفهمها الا الكبار، ولا حتى بطابع سوداوي لبعض الشخصيات اغلبها فارغة، والشخص البالغ ما راح يرتبط بهم بسهولة الا لو تقاتل او عاش معاهم لحظات حلوة تحسسها بحبه ليهم. الانمي ما قدر يحترم عقل المشاهد، فالتجأ لطرق رخيصة مثل الدموية والعنف عشان فقط يكون انمي زي 18 ويقول لك انا انمي للناس الكبار وما بيفهمني الا لجدي. حرفيا الانمي ما عنده اعمدة غيرهم. فكرته زي 18 مو عن طريق الدموية الفارغة السطحية مثل قاتل الشياطين او مو بالايتشي والمشاهد الجنسية،
هي طريقة تفكير شخص عاقل لشخص عاقل متابع للعمل، هي احترام عقل وتفكير المتابع البالغ ولو بشكل مبطن مثل دوريمون. الموضوع أشبه من نقطة اتصال الكل يقدر يشوفها لكن مو الكل يقدر يتصل بيها. حبيت أناقش معكم هذا الموضوع وأسمع آراءكم به، والسلام عليكم.